طبعا مسلسل طير بينا يا قلبي نجح جدا في الشارع والناس حبته قوي لانه مسلسل لايت بس في نفس الوقت بيقول كلام لطيف جدا للجمهور. عايز اعرف منك مشاركتك جت ازاي في المسلسل؟ المشاركه كانت عن طريق استاذ عصام نصار شركه الانتاج. ان انا اعمل دور مازن اللي موجود في المسلسل، والحمد لله يعني انا الورق نفسه كان تحفه، يعني الورق نفسه كان حلو قوي، يعني من ساعه ما جالي الورق وانا بقراه اللي كان مشجعني قوي قوي ان انا اكون موجود ان انا الورق والاساتذه اللي انا اشتغلت معاهم، فبس من الاول خالص الورق كان حلو قوي قوي، وده اللي على اساسه ان احنا يعني ربنا اراد ان انا اكون موجود يعني. بس احنا حسينا شخصيه مازن في المسلسل شويه فيها لعب لانك انت مفروض بتتلاعب بمشاعر دلال وفي نفس الوقت انت عايز توصل لقلب فيروز، فالنوع ده من الشخصيات احنا مش متعودين نشوف نور فيه. توكسيك. توكسيك بالظبط، وبلاي بوي زي ما بنقول عليه بالانجليزي. فهو جديد عليك والجمهور برضه مش متعود اللي هو يشوف نور في الادوار دي. حضرت له ازاي؟ هي الفكره كلها ان جت بعد موضوع ان العوض اللي طلعت شويه دي مش عارف ايه، ان انا عملت كذا حاجه اللي هو البطله او بيحصل لها مشاكل مع خطيبها او مع مش عارف ايه ومع علاقه الحب اللي كانت فيها، وبعد كده انا بظهر فبيحصل العوض في الحكايه دي، كنت حابب قوي ان الحكايه تتغير، كنت حابب قوي ان انا اعمل شغل او العب حاجه مختلفه شويه. فلما جالي الدور ده انا اتبسطت قوي قوي، لان هو هيبان كده في الاول لغايه ما بيبان ان بعد كده هو ما بيطلعش توكسيك بالمعنى المعروف لان هو كان مجبر ان هو يعمل كده، بس الحكايه كان فيها سويتش ما بين ان واحد بيحب قوي لواحد يعتبر خاين بالنسبه لكل اللي بيتفرج عليه وبالنسبه كمان للي بتحبه يعني. فهو كان دور مستفز جدا ان هو الواحد يشتغل وان الواحد يذاكر وان الواحد يلعب عليه، فاتمنى يا رب ان انا اكون. لا ومتهيألي هي كمان صدفه حلوه اللي انت بتدور على ده وده جالك. يعني تقريبا الفرق ما بينهم كان شهور انا قليله كان قوي. نفسي جدا في حاجه زي كده، كان نفسي قوي ان انا اطلع شويه من الحته دي، ان الموضوع يبقى الناس ماشيه في نفس اللاين اللي هم اتعودوا شويه ان هم يشوفوني عليه، وفجاه اتفاجئوا بحاجه تانية خالص، فخدت شويه شتايم حلوين يعني. بجد ايه اغرب الكومنتس اللي جات لك على الدور ده؟ شتايم حلوين، شتايم كتير حلوه يعني على الانستجرام على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى ومسجات والاول كنت عمال اضحك لغايه ما الكيرف بتاع الشتايم بدا يعلى قوي. اكيد كلهم ستات. بالظبط. بس الحمد لله رب العالمين في كل الاحوال كان في فيدباك حلو قوي من الناس ان اتفاجئوا بالحكايه واتفاجئوا ان انا عرفت ان انا الحمد لله بكرم من عند ربنا ان انا قدرت ان انا اعمل السويتش اللي حصل ده من النقيض للنقيض، فكان في فيدباك كويس، بس كمان كان في زي ما قلت لك شويه شتايم حلوين يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.